ممكن نعملها ب15، ممكن نعملها ب14، بس الافضل 12 ورقة عشان ما تبقاش تخينة ازيد من اللازم. خلاص، وكل ورقتين كده هنحط ما بينهم سمن وزيت، هندهنهم كويس كده سمن وزيت. هجيب كده ورقتين ورقتين وندهن ما بينهم سمن وزيت زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. والخطوة دي لضمان انها تورق معاكي وتبقى كده مورقة ومقرمشة، وهو ده المطلوب. كل ورقتين كده هجيبهم احطهم وادهن عليهم سمن وزيت، واجيب اللي بعدهم وهكذا. وطبعا كوني حريصة جدا ان هم يبقوا مترتبين على بعض، ما تكونش ورقة طويلة وورقة